أهلا بيكم. ده بودكاست بسيطة، المكان اللي بنقف فيه لحظة بعيد عن دوشة الدنيا، وببساطة هنقرب من مشاعرنا من غير توتر ولا ضغط، لأن كل شعور صعب جوه رسالة وجانب إيجابي إحنا مش شايفينه. أنا نور رجب، معلقة صوتية، وظيفتي إني أحول الكلمات المكتوبة لصورة من الخيال جوه فكر اللي بيسمعني، وحبيت أستخدم صوتي عشان أوصل رسالتي، عشان نشوف الدنيا بشكل أجمل، وده من فهمنا لمشاعرنا صح. والمشاعر اللي بنسميها سلبية هنحولها لطاقة تساعدنا مش تعطلنا. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة، الشعور بالذنب ميزان القلب. في إحساس مفيش حد بيحبه، بس تقريباً مفيش إنسان معداش عليه. إحساس بيخليك تراجع نفسك 1000 مرة وتسأل: أنا غلطت؟ قصرت؟ ما عملتش اللي عليا؟ وجعت حد بحبه؟ إحساس تقيل مؤلم، وكتير مننا نفسه يمسحه من حياته خالص. بس الحقيقة إن الإحساس ده مش دايماً وحش. المشكلة مش في وجوده، المشكلة إننا مش فاهمينه. الإحساس ده هو الشعور بالذنب. الشعور بالذنب هو إحساس داخلي بيجي لما الشخص يعمل حاجة ضد قيمه أو معتقداته، أو لما يحس إنه تسبب بضرر لحد تاني. ممكن نقول إنه التنبيه الداخلي اللي بيصحينا لما نخرج عن الطريق الصح، جرس الإنذار اللي بيرن لما نغلط. الشعور بالذنب مش عدو، ده دليل إنك لسه إنسان. ميزان جوه قلبك بيقولك إن في ضمير صاحي، وإن الوجع اللي حاسس بيه ده هو التمن. في كتير من الناس بتلوم نفسها طول الوقت وبتجلد ذاتها، ودول بيكونوا تعرضوا وهم أطفال لانتقادات مستمرة. دايما بيسمعوا: أنت ليه عملت؟ أنت ليه ما عملتش؟ ليه قلت وليه ما قلتش؟ وكلمات زي عيب وما يصحش. مع التكرار الأصوات دي بطلت تبقى جاية من بره وبقت بتطلع من جواهم. بدل ما الأب أو الأم هم اللي بيلوموا، العقل هو اللي مسك الدور، وبقى الشخص هو اللي بيجلد نفسه بنفسه. والأصوات دي بتخلق حاجة اسمها المثالية الزايدة. واحد عايز كل حاجة بنسبة 100%، 99% لأ، ما ينفعش. وده بيخلي الشخص يبذل مجهود نفسي رهيب، لأنه دايماً سامع صوت جواه بيقوله: ما ترضاش، ده قليل، انت قصرت. والنفس اللوامة من أكتر الحاجات اللي بتقلل الكفاءة النفسية للإنسان، بتهد جهازه المناعي النفسي وتحوله الجلاد لنفسه. لو سألته: انت عامل ايه دلوقتي؟ غالباً هيقولك: ندمان على اللي فات، قلقان من اللي جاي. تفكيره محبوس بين ماضي مش هيعرف يغيره، ومستقبل مش ضامن هيحصل فيه ايه. طب ايه اللي بيحصل لو فضلت حاسس بالذنب؟ مشاعر الذنب بتضيع فرص كتير في حياتك، بتشلك، بتمنعك تحقق اللي نفسك فيه. وعشان كده بنسميها عقدة الذنب، لأنها فعلا عقدة بتأثر على أفكارك وتحبسك جوه مشاعر خلصت وعدت، وتخليك من غير وعي تقدم الناس دايماً على حساب نفسك. وساعتها هتجذب لحياتك المتلاعبين والمستغلين اللي هيلخبطوا حياتك أكتر. اللي بيرضي الناس دايماً على حساب نفسه شخص طيب متسامح مع الكل إلا نفسه. تحس بالذنب لو فكرت تتغير، تحس إنك أناني لو طلبت احتياجاتك، تحس إنك ندل لو رفضت تساعد وإنت تعبان، تحس إنك فظ لو قلت لأ من غير ما تبرر، وتحس إنك عاق لو اعتذرت لأهلك عن حاجة خارجة عن إرادتك. طيب نعمل إيه؟ خلينا نفهم حاجة مهمة. الشعور بالذنب ممكن يكون نعمة، لأنه بيدفعنا نراجع نفسنا ونصلح ونبقى أحسن. كل ما الندم كان أقوى، كل ما الحافز للتغيير كان أكبر. بص دايما للذنب على إنه درس، خبرة، حكمة جديدة. افهم إيه اللي خلاك تغلط، عشان لو اتحطيت في نفس الموقف تاني تختار أحسن.
بس خلي بالك، ما تخليش الذنب يخليك تحس إنك إنسان وحش. مهما كان الخطأ لازم تسامح نفسك. اقبل إن اللي حصل حصل، وإنك مش هترجع الزمن، ولو في فرصة للتصليح صلح، باعتذار، بتصحيح، بتغيير، بس من غير ما تذل نفسك، من غير ما تسمح لحد يستغل إحساسك بالذنب. مهم قوي موقفك من نفسك يكون موقف تسامح، لأن لو ما سامحتش نفسك وسبت نفسك للشعور المرضي بالذنب، شغلك هيتعطل وحياتك هتقف، وأحياناً من كتر القلق وعدم التسامح ممكن نكرر نفس الأخطاء تاني من غير ما نتعلم. إحنا بشر، بنغلط ونضعف ونقصر، وطالما الخطأ مش مقصود ولا متعمد ولا بنية الأذى، أسامح نفسي وأتعلم وأحاول مكررش، وأبقى رحيم مع نفسي لأني أستاهل الرحمة. لو الكلام ده لمس حاجة جواكم، لو حسيتوا إن في مشاعر كنتم محتاجين تسمعوها من زمان، تابعوا بودكاست بسيطة وساعدونا نوصل لناس محتاجة تسمع الكلام ده زينا. رحلتنا لسه في أولها، رحلة تصالح، فهم، هدوء، رحلة نرجع فيها لنفسنا. وافتكر دايما إنك تحب نفسك، لأنها تستاهل إنها تتحب.